من الفرحة عاشتها هذه العائلات بعد سنوات من المعاناة. نشكر فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وربي يخليه لينا ان شاء الله، ونشكر السلطات المعنية اللي راهي قايمة. والحمد لله كنا في كما نقولوا في أزمة سكن، والحمد لله فرج ربي ما شاء الله ما شاء الله نوعية السكنات ما شاء الله، يعني الدولة قامت بالواجب تاعها ومدوا النسبة كما نقولوا للشباب. كنت في حالة الكراء وحالة كما قالها حالة اللي عند ربي يخبرها، والحمد لله اليوم الحمد لله ما يقارب 2409 سكن إيجاري عمومي اللي يستلموا المفاتيح اليوم. راكم تشوفوا كل المرافق العمومية موجودة، من مدرسة، من هياكل صحية، من مرفقات اللي هي تسمح للمواطن باش يعيش يعني عيشة كريمة. وتدخل هذه الحصة في إطار برنامج سكني كبير يصل إلى حوالي 32 ألف وحدة سكنية اجتماعية إيجارية. هذه 2409 هي من بين البرنامج المخصص للولاية الذي يقدر ب 31600 مسكن، منها 80% منتهي، باقي 20% اللي راهو في طور الإنجاز، حوالي 8600 مسكن اللي راهو في طور الإنجاز، من بينه 3000 اللي راهو في فائق نسبة الإنجاز 60%. نشير أن عملية توزيع هذه الحصة السكنية المهمة مست 7 دوائر من ولاية البرج.